ولما فشلت إسرائيل في تجنيد السيدة أم كلثوم أو حتى أخذ أموالها لصالح بعض المنظمات الصهيونية باعتبار إنها يعني كانت صديقة لرئيس الجالية اليهودية، وارجعوا للفيديوهات اللي حكيت فيها عن الموضوع ده. طيب هم مش عارفين يستفيدوا من أموالها ولا تمويلاتها، ولا عارفين إن هم يجندوها، ولا حوادث السيارات لإخافتها فشلت. طيب يعملوا ايه والفلوس اللي بتديها السيده ام كلثوم لصالح المجهود الحربي دي كانت غيظاهم جدا، وهم كانوا حاسين ان هم عايزينها وان هم اولى بيها يعني. ففكروا في خطه خطف السيده ام كلثوم، بس المره دي مش عشان خاطر يجندوها، علشان خاطر على الاقل يطلعوا بمصلحه في تبادل الاسرى. فبالفعل كانوا عايزين يستخدموا الممرضه اليونانيه اللي كانت بتشرف على علاجها في فيلتها في الزمالك، وان هم يعني ابتدوا يقولوا لها ان هي تاخد بعض الحقن وتديها للسيده ام كلثوم علشان خاطر حالتها الصحيه تسوء، وبالتالي ان هم يعني تلجأ للسفر لامريكا ويضطروها ان هي تسافر امريكا للعلاج، ومن امريكا يبتدوا بقى ينقلوها لاسرائيل علشان خاطر يعني يعملوا الصفقه بتاعه تبادل الاسرى. الصفقه دي فشلت، ولكن عمليه الخطف والاغتيال مارسها ديفيد قمحي بشكل تاني، اللي هو كان رئيس الموساد في مصر واللي كان بيشتغل كمراسل للبي بي سي، وابتدى ان هو يحط خطة تانية علشان خاطر يغتال عالم مصري في الثمانينات. يعني مسلسل الخطف ظل مستمر. طب هيخطف دكتور يحيى المشد والعالم المصري الكبير اللي كان بيشرف على البرنامج النووي العراقي ازاي؟ الموضوع ابتدى لما فرنسا في الثمانينات ابتدت تبعت شحنة للعراق نووية علشان خاطر البرنامج النووي بتاعها. فالشحنة رفض دكتور يحيى ان هو يستلمها لانها كانت غير مطابقة للمواصفات، فبعتوا بخطاب علشان خاطر يدعوه بنفسه، يدعو الدكتور يحيى ان هو يستلم الشحنة الجديدة بنفسه من فرنسا. وبالفعل سافر لفرنسا مع بعض العلماء النوويين العراقيين علشان خاطر يستلم الشحنة، ولكن المفاجأة انه تم اغتياله هناك في غرفته في فندق المريديان، وتم تأييد القضية ضد مجهول. بعد سنين ابتدى تظهر وثائق ويبان تورط ديفيد قمحي او جون في عملية اغتيال دكتور يحيى المشد الله يرحمه. فاللي بيحكي لنا الحكاية وبيسرد التفاصيل وبيقول الصور والفيديوهات دي كانت موجودة وعرضها رئيس جهاز الموساد في وقتها اللي هو كان إسحاق حوفي، وعرضها على مناحم بيجن رئيس الوزراء في فيديو ازاي تم اغتيال العالم المصري دكتور يحيى المشد. بيحكي لنا الكلام ده الصحفي والمترجم المصري اللي عمل مجهود مشكور توحيد مجدي، والصحفي فيروز اليوسف. والكتاب ده في عمل الكتاب ده وسماه كتاب وحدي في باريس، بيتكلم فيه عن اغتيال دكتور يحيى. والحديث بقى